مين فينا ما بيحبش السينابون رول؟ وخصوصا لما يبقى طالع معاكي هش وطري وبجد جميل جدا. هعمله معاكم النهارده بعجينه هشه وقطنيه هتديكي نتيجه بجد جميله جدا زي ما انت شايفه كده. يلا بينا على الطريقه. بس طبعا قبل اي حاجه نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان يا ريت فضلا وليس امر، اللي ما تابعنيش يتابعني عشان يوصلوا كل جديد مني. اول حاجه هنعملها المحسن بتاعنا، وبجد المحسن ده يفرق معاكي جدا في المعجنات عموما. جربيه وان شاء الله هتدعي لي. هتجيبي 3 معالق كبار ميه مغليه، ولازم الميه بتاعتك تكون مغليه. هتنزلي عليهم بمعلقتين 2 دقيق كبار. قلبوهم كويس جدا لحد ما يبقوا معاكي بالقوام ده كده. لو لقيتي القوام بتاعهم اخف من كده، يبقى الميه بتاعتك ما كانتش مغليه كفايه فما اتفعلتش مع الدقيق. طبعا هتضطري تعملي واحد غيره لان هو كده ملوش اي لازمه. تسيبيه بقى كده اركنيه على جنب لحد ما يبرد تماما. بعد كده بقى هتجيبي بولة او طبق، هتنزلي فيهم ببيضتين 2. ولو البيض اللي موجود عندك حجمه كبير يبقى بيضة واحدة بس، انا اللي كان موجود عندي كان حجمه صغير فاستخدمت بيضتين 2. بعد كده هتنزلي عليهم بكوباية من الحليب. بعد كده معاكي معلقتين 2 كبار سكر، رشة ملح ورشة فانيليا طبعا علشان البيض. قلبيه كويس جدا لحد ما يختلط كله مع بعض ويبقى معاكي بالشكل ده كده. هتنزلي عليهم بقى بربع كوباية زيت. ممكن طبعا تستبدليهم بربع كوباية زبدة، بس انا قلت نستكفي بالزبدة في الحشوة بس. والعجينة ننزل فيها بربع كوباية من الزيت. كمان هيبقى معاكي المحسن بتاعنا بعد ما سيبناه يبرد تماما هتنزلي بيه. قلبي بقى كويس جدا لحد ما المحسن ده يدوب. بعد كده هتنزلي بمعلقة كبيرة من الخميرة. قلبيها كويس جدا لحد ما تدوب مع الخليط السائل بالشكل ده كده. مجرد ما تدوب معاكي الخميرة، هتنزلي عندك بنص كيلو من الدقيق. وزي ما قلت لك كل دقيق بيختلف للتاني، يعني ممكن تحتاجي تزودي معلقتين دقيق او معلقتين ميه. انا المقدار ده كان مظبوط جدا معايا على نص كيلو من الدقيق. هتعجني بقى العجينه بتاعتك دي كويس جدا. لميها كويس جدا على قد ما تقدري بالشكل ده كده. واهم حاجه علشان تاخدي معجنات كده هشه وطريه زي ما شفتيها في اول الفيديو، لازم تخدمي العجينه دي كويس جدا على الاقل من 7 ل 10 دقائق عجن بالشكل ده كده. انا عجنتها زي ما انت شايفه كده. وبعدين رشيت رشه دقيق على الرخامه ونزلت بالعجينه بالمنظر ده. انا كده بربي ليها عرق زي ما بيقولوا. وكمان بنعمها معايا. انا عاوزاها عجينه طريه ناعمه بس ما بتلزقش في الايد. هتجيبي بقى بوله او طبق ادهنيها دهنه زيت، وغطي العجينه بتاعتك دي وسيبيها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. على ما العجينه بتاعتي تخمر يلا نعمل الصوص الابيض للسينابون. طبعا الصوص الابيض للسينابون متعارف عليه ان هو لازم بجبنه. بس انا ولادي بصراحه ما بتحبش الصوص ده، انا هعمل النهارده الصوص الابيض بتاعي حليب مكثف تمام كده. هتنزلي عندك بكوبايه حليب بودره، عليهم كوبايه لبن بودره، معلقه زبده، وربع كوبايه ميه مغليه، ورشه ملح ورشه فانيليا. اضربي الكلام الحلو ده كله بقى في الخلاط او بالهاند بلندر لحد ما ينعم معاكي بالشكل ده كده. واركنيه على جنب لحد ما يبرد تماما. العجينة عندي اختمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده كده. انزلي بقى برش دي على الرخامة، انزلي عليها بالعجينة. افرديها على قد ما تقدري على شكل مستطيل متساوي بالشكل ده كده. انا عاوزة سمك المستطيل بتاعي وسط، لا عايزاه رفيع قوي ولا تخين قوي، بنفس الشكل ده كده. هتكوني بقى مجهزة معلقتين 2 كبار من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. ادهني بقى العجينة بتاعتك دي كويس جدا بالزبدة بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. الحشوة طبعا المتعارف عليها للسينابون هي القرفة والسكر. أنا عندي الولاد ما بتحبش حشوة القرفة، فأنا استبدلت القرفة ب3 معالق كبار من الكاكاو، عليهم نص كوباية من السكر العادي. قلبتهم كويس جدا على بعض بالشكل ده كده. وهنزل بيهم على العجينة بتاعتي. هترشي بقى الحشوة بتاعتك أيا كانت قرفة أو كاكاو، أو خليط بين القرفة والكاكاو على العجينة. بس هتسيبي آخر 2 سنتي من طرف العجينة بتاعتك، ما ترشيش عليها حاجة خالص علشان تعرف تقفليها كويس وكمان ما تفتحش منك بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. انزلي بالحشوه بتاعتك كلها زي ما انت شايفه كده على العجينه. وانت بقى بتلفيها رول، حاولي تضغطي عليها شويه عشان الرول بتاعك ما يبقاش مهوي، والحشوه بتاعتك كلها تنزل اثناء التسويه في الفرن. وزي ما قلت لك سيبي اخر 2 سم من طرف العجينه علشان تعرفي تقفليها كويس. لفي بقى الرول بتاعك ده كويس جدا. وزي ما قلت لك حاولي ما يكونش مهوي. قفليه بقى كويس جدا برضو من الطرف كده على قد ما تقدري عشان ما يفتحش منك لا اثناء التخمير وكمان ولا اثناء التسويه. قطعيها بقى بالطريقه اللي انت شايفاها مناسبه ليكي، سواء كانت بالسكينه او بالخيط زي ما انا عملت كده. بصراحه انا بفضل ان انا اقطعه بالخيط، بيطلع معايا متساوي اكتر. هتجيبي بقى صينيه ادهنيها زبده، وقطعي كل الرول بتاعك بالشكل ده كده
زي ما انت عايزه بقى حجم السينابون بتاعك كبير او صغير او وسط. المهم انك تقطعي الرول بتاعك بالشكل ده ورصيه في صينيه مدهونه زبده، وسيبيه كمان من 10 دقايق لربع ساعه يرتاح بعد ما تكوني قطعتيه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ده شكل السينابون بتاعي بعد ما سبته يرتاح ربع ساعة بعد التشكيل. هتدخليه بقى فرن سخن درجة حرارة وسط على الرف اللي في النص، هتشغلي فوق وتحت، هياخد معاكي من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. هيطلع معاكي بالشكل القمر ده كده. مجرد ما يطلع من الفرن ادهنيه دهنة زبدة وغطيه وسيبيه حوالي 5 دقايق. كمان الصوص الابيض بتاعي او الحليب المكثف برد معايا تماما وبقى بالقوام الجميل اللي انت شايفاه ده كده. لو انت عايزه بقى القوام اتقل من كده دخليه التلاجة شويه. هيبقى معاكي بالشكل ده كده، طري جدا بجد، عجينة هشة جدا هتعجبكم، قطنية زي ما انت شايفة كده، تسوية ممتازة، واخد لون من تحت ومن فوق جميل جدا. كمان التورقات بتاعته زي ما انت شايفة كده، بجد عجينة قطنية هشة هتعجبكم، وكمان تعتبر اقتصادية، تنفع معاكي لأي نوع من أنواع المخبوزات. قدميها بقى بالطريقة اللي انت شايفاها مناسبة. شايفة بجد العجينة دي كانت جميلة جدا. قدميها بقى زي ما انت عاوزة. طبعا الصوص الابيض اللي هو الحليب المكثف اللي احنا عملناه، لو انت عاوزه تعملي بقى باضافه الجبنه والكريم شانتيه برضو براحتك، اللي بتحبيه اعمليه واللي ولادك بيحبوه كمان اعمليه. هتنزلي طبعا بالصوص الابيض الاول، ان كان بقى عندك صوص كراميل او صوص شوكولاته برضه هتنزلي بيه عليه. عندك اي نوع مكسرات ما عندكيش عادي جدا، هو بيتقدم كده جميل جدا هيعجبك وكمان هيعجب الولاد. يا رب الوصفة بتاعتي تكون عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وقبل أي حاجة ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان يا ريت فضلا وليس أمر، اللي ما تابعنيش يتابعني عشان يوصلوا كل جديد مني.